في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دلوقتي دي، في صفقات بتحصل في الدوري المصري بين الأهلي والزمالك نظرا اللي هم أكبر فرقتين، فهم حاليا بيعملوا صفقات نار النار النار. طب مين هي الصفقات اللي الأهلي والزمالك بيحاولوا يشتروها؟ تعالى بخبرك. أول صفقة هي معانا هي بيتر شلاوليلي مهاجم جنوب أفريقيا، جوهرة أفريقيا جبار، حاجة مش هتنزل في مصر. النهائي بيتر شلاوليلي مع سان داونز عامل موسم أداء عالمي بقاله أكتر من 3 سنين، بداية من السوبر الأفريقي اللي كان سنة 2023 لغاية دلوقتي. بيتر شلاوليلي كويس جدا في الفرقة بتاعته، عامل أداء روعة الروعة الروعة، حاجة كده مش هتلاقيها تاني أبدا أبدا. لكن خلينا نقول إن الأهلي دخل في الصفقة والزمالك دخل في الصفقة. لما دخلنا عرفنا من المصادر بتاعتنا، عرفنا إن الأهلي دخل في الصفقة ب1,200,000 والزمالك دخل ب1,250,000. فرق 50,000 دولار ممكن ينفع فرقة أو ممكن أنزل فرقة، بس دلوقتي مش مفهوم مين اللي هيخش الصفقة دي. لكن احنا كمان عرفنا ان في طرف تالت، وهو بيراميدز دخل كمان في الصفقة بتاع بيتر شلاوليلي، مهاجم هيفرق جدا معاهم. بيستون مايلي مع عمران حمدي مهاجم كويس جدا. والزمالك حاليا مع النصر المنسي وحسام أشرف فقط، وسيف الدين الجزيري خالص بعد الماتش بتاع يوم الأحد الجاي، آخر ماتش في زي الجزيرة مع الزمالك. خلينا نقول إن بيتر شلاوليلي عمل أداء قدام الأهلي موسم 23 كان قوي جدا، جاب كذا جون في النادي الأهلي الماتش دوت. تمام، كان من اللعيبة الأجانب الكويسة جدا. والزمالك حاول حاليا مع جروس إنه هو يقنعه بشوية لاعب كمان معاه بين جنوب أفريقيا زي زواني كان مهاجم مع أو وينج كويس جدا مع سان داونز، عمل ماتش كويس جدا. والأهلي حتى الآن بعيد عن زواني، إنه هو حتى الآن بعيد عن زواني. تمام، خلينا متأكدين إن الفرق اللعيبة دي كلها رموز مصر تعمل أداء كويس جدا، وخصوصا إن إحنا عندنا كواليتي كويس زي ده. بولا وباستون ماير عندنا ما بولو كان موجود في الدوري المصري عندنا، لكن الاتحاد استغنى عنه ووداه إلى الأهلي الليبي. الأهلي الليبي كان عامل أداء كويس جدا بكير. مبرولو هم أداء أحسن وأحسن وأحسن. مبرولو كان تتكلموا إنه كويس الزمالك، لكن الاتحاد قطع الشك واليقين ووداه الأهلي الليبي من وقتها. والاتحاد مش شايف فيهم حلو أوي. دوش مهاجم كان عنده فادي فريد كان عامل شغل حلو، لكن فادي فريد اتصاب، فأصبح أنا مش عارف يبقى معايا حد كويس غير عبد الغني محمد. ولاعب كان فكرة عنه مش كويس إن هم في مستوى بريمونداي. وريمونداي كمان عرفنا إن هو مصر البورسعيدي بيحاول يتحقق معاه، لاعب كويس جدا. عرفنا كمان إن الأهلي عاوز حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد من اللعيبة اللي موجودة في الدوري المصري. حسام عبد المجيد حاليا يعتبر أحسن مدافع في مصر بجوار الونش. عاملين هما الاتنين مستوى دفاعي قوي جدا، أقوى خط دفاع في الدوري حتى الآن هو الزمالك والمصري. المصري فرقة كويسة، لكن مش هي نفس مستوى الزمالك. مستوى الزمالك أعلى وأعلى وأعلى وأعلى. محدش يقدر ينافس الزمالك والأهلي غير فرق مستوى الزمالك والأهلي. يعني بيراميدز كمان مش هتبقى زي الأهلي والزمالك، هي بس هتحاول من بعيد. لكن الأهلي والزمالك يفضلوا هما الفرقتين الأحسن في الدوري المصري وأفريقيا. خلينا كمان نقول إن كولر خلاص الراجل هيمشي خلاص، يعني وما يجي مكانه زي بوميز مدرب كويس جدا، عارف الفرقة ما ماشية ازاي، بيلعب على قد الإمكانيات. مدرب صرف واقعي، مش بيحول، لا وانا واقعي جدا وأفضل واقعي، ومش حكام والكلام تاني. يا راجل أنا عارفه أنا هبقى مدير فني
هعرفك العيوب بتاعت فرقتك وهعرفك المميزات، لكن هتتصدم مني في الماتشات لما انت بجد. هنشوف اللي يحصل بعد كده ايه. سلام عليكم.